تقريرنا اللي أعدوه الزملاء والزميل محمد النجيري الله يعطيه العافية تواجد، ووليد الحميد وعبد الله الحبيش المصور كانوا متواجدين في نادي الهلال، وقدموا أو نقدم لكم عبر برنامج إرسال هذا التقرير عن نادي الهلال وعن الفئات السنية في نادي الهلال، وتحديدا ناشئين الهلال اللي حققوا بطولة الأمير فيصل بن فهد. الجزء الأول اليوم والجزء الثاني غدا إن شاء الله. نتابع. الأستاذ فيصل الدعيرم إداري نادي الهلال للناشئين، لو تحدثنا عن اكتشاف المواهب ومن بهذه الكميات الكبيرة، نشوف كميات كبيرة من اللاعبين ومن الناشئين ومن الشباب من جميع الفئات، كيف تقدرون أنكم تطلعون مواهب من هذه الكميات الكبيرة؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، وأشكر لكم حضوركم اليوم تغطية هذول النجوم اللي إن شاء الله راح يشرفون نادي الهلال، يشرفون البلد المستقبل بإذن الله. أول بالنسبة لسؤالك، تعرف أن المستجدين ودائما تكون في نهاية كل موسم أو مع بداية الموسم، يعني تعرف أكثر الناس يجون حتى من برا الرياض، يعني فعندنا ايام معينه نكون فيها نعلم فيها عن المستجدين، يعني في بعد نهايه الموسم على طول نستقطب على طول المواهب المستجدين، ويكون الملعب طبعا ياخذون فرصه كبيره عشان المدربين يشوفونهم اكثر من وقت، يعني ممكن تقريبا يشوف اللاعب فيها تقريبا من نص ساعه ل 40 دقيقه. طبعا ما راح نحكم عليه من اول يوم، طبعا اكيد راح يجلس معنا يمكن او ناشئ يبان من نقدر ما نجحف حق اللاعب، يعني ممكن اول ايام يكون مستحي يتغير عليه الجو اللي هو جو الملعب، زي مو بجو الحاره، جو المدرسه، والحمد لله يعني يكون اللاعب ياخذ فرصته كبيره مره ويثبت وجوده، ومن ضمن ذا الشيء يكون من الاسماء اللي تدرج في نادي الهلال. فيصل، بالنسبه للدوري وكاس الامير فيصل، يعني فاز الهلال في كاس الامير فيصل وخسر الدوري، الاسباب؟ والله اول شيء تعرف انت المباريات الدوري، يعني ضغط المباريات، ما كان الفريق يعني يمكن في يوم، ولكن الحمد لله ان كسبنا فريق نجوم، يعني نجوم راح يمثلون السنه القادمه درجه الشباب، وان شاء الله الى المستقبل الفريق الاول. وبالنسبه للي شاركوا في كاس الامير فيصل هذول نواه المستقبل، يعني اللي هم راح يشاركون الموسم القادم في دوري الناشئين، وهم يعني من افضل اللعيبه اللي يعني اخترناهم خاصه هذه السنه هذه، يعني يملكون مواهب يعني من الحراسه لين خط الهجوم، والحمد لله يعني امتلكنا فريق قادر ان شاء الله انه الموسم القادم انه يحقق البطوله اللي السنه هذه ما حالفنا الحظ فيها، ان شاء الله نوعد الجماهير الهلاليه الموسم القادم ان شاء الله بس مساندتهم لنا ان شاء الله، وراح نحقق البطوله باذن الله. هناك من يقول ان خساره الدوري كان سببها المدرب، لا يوجد هناك تغييرات في التشكيله، الاستمرار على التشكيله نفسها، يعني من ناحيه كاس الامير فيصل كان هل المشكله في المدرب ليس في اللاعب؟ والله شفت لو نرجع تعرف قناعات المدربين وزي كذا من ذا الكلام ما نقدر نتدخلنا في شؤون المدربين، لكن أنا اللي أهم حاجة أن زي ما قلت لك أن مو كل حاجة نرمي الشيء المدرب، لكن ممكن المدرب أكيد يشارك 50% من الخسارة، لكن أنا أتكلم أن الحمد لله أن أهم حاجة والله نسبة كبيرة، لكن مو هذا يعني سبب ان الفريق خسر بطولة، يعني الفريق هذا الحين يعني فرق بينه وبين فرق بسيط بين المركز الاول، وهذا يحقق نتائج كويسة في الدوري، وهذا يعني الحمد لله. لكن اللي اهم شيء اللي كسبنا نجوم راح يمثلون ان شاء الله الفريق الاول في المواسم القادمة باذن الله.
هل هناك نية في تغيير المدرب الأجنبي؟ والله السؤال هذا ما اقدر اجاوبك عليه، لكن لكل نهايه موسم لكل نهايه موسم اكيد اسم التقرير يرسل للامير بندر، والامير بندر هو ينظر بهذا الشيء لانه هو صاحب الشان، وما اكيد انه حريص على هذا الشيء. اللي صراحه انا من منبركم هذا احب اني اشكر الامير بندر على مجهوداته ومتابعته، والله العظيم حتى في اوقات متاخره من الليل يتابع الفريق بحرص وعنايه مركزه منه. علشان كذا انا حبيت ان اشكره بالمقابله هذه، لانه هو صراحه اللي نعتبره بالروح الفريق، وهو اللي زي ما تقول لانه هو المشرف علينا، هو اللي يستاهل كل خير، لانه هو صراحه يدعم دعم سخي من جيبه الخاص وما قصر، واحب اشكره من هذا المنبر هذا. استاذ فيصل، بالنسبه للدعم يعني احنا على مشارف نهايه موسم، كم الميزانيه اللي خصصت الفئات السنيه في هذا الموسم، وهل هي مناسبه ام كانت يعني قليله؟ والله شوف، انا اول شيء زي ما قلت لك من شوي شكرت الامير بندر على مجهوداته لذا، والله يعني الاشياء اللي تصرف في الفئات السنيه عندنا في النادي الهلال اشياء خياليه، يعني صراحه انا اقدر جهود الامير بندر الله يعينه، وصراحه وان شاء الله يستمر التواصل هذا، والله لا يخلي النادي ولا يخلي النادي منه، لان صراحه المبالغ اللي تدفع في الميزانيات الفئات السنيه صراحه مبالغ خياليه، فما بالك الانديه اللي اقل من الهلال، يعني زي الانديه الصغيره هذه، الله يعينها صراحه على المصاريف اللي تدفعها. الجمهور والأمجاد ترتفع تعال ترسم البسمة تطوق وترفع الهمات فوق يعشق الدموع وشوق يا السحر عام تزرع الدهشة على كل الوجود
لو تحدثنا عن استعداد اللاعبين وكيف إعدادهم لمثل هذه المباريات والبطولات الطويلة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا أولا تقدم بالشكر لكم أنكم جيتوا وغطيتوا التغطية هذه في نادي الهلال، وليس مستغرب عليكم. الشيء الثاني طبعا الإعداد أو التركيز على الإعداد العام أو الإعداد الخاص من ناحية إذا كان الفريق عنده بطولة أو طبعا تخللها جميع الأشياء منها لياقيا فنيا تكتيكيا، تكاتف العناصر، انسجامهم، تعاونهم مع بعض، اختيار اللاعبين، كل ذلك يؤدي إلى تفاهمهم والروح اللي عندهم وطبعا والمراكز اللي يفوقون فيها. لذلك اخترنا مجموعة مميزة من هؤلاء اللاعبين، من قبل أول شيء من البراعم، واختيارهم كان من خيرة الكشافين والمدربين اللي أشرفوا عليهم. لذلك إن وصلنا المسيرة هذه، وبالشيء اللي متجانس الجميع من تكاتف الجميع حققنا فريق يعني إن شاء الله تشوفونه السنة الجاية. بخص بالذكر يعني اهتمام الأمير بندر بهذه القطاعات له خالص الشكر منا والتقدير، فإن نحاول أن نوصل له الأشياء هذه ونشوف هذه المجموعة هذه إن شاء الله في المنتخبات الوطنية عن قريب إن شاء الله. أستاذ محمد، بالنسبة لإعداد اللاعبين لياقيا وخلينا نقول فنيا، يعني اللاعب يجيك خام توا ما يعرف، يعني لياقته ضعيفة، الأمور الفنية ضعيفة، بس هناك موهبة، كيف تسقل هذه الموهبة؟ طبعا باختيار منسق من قبل مدربين خاصين، ليس بس مسمى أنه إعداده فنيا أو إعداده مهاريا أو لياقيا، لا، فيه عدة دراسات تخص الجميع، منها اكتشاف الموهوب بشكل مميز بدراسة معينة. لذلك أننا نلاحظ أشياء على الأقل دراسيا مخططة لهذا الشيء، بكل لاعب لها نموذج معين بحيث أن اللاعب يتفوق في مثلا عنده ميزة في الموهبة الفلانية من طول ومن وزن، من كيف كنتروله في التمرين، أساسيات الألعاب هل هي موجودة عنده. لذلك أننا نشوف هذه الأشياء الرسمية لديه ونسقلها مع سابق الزمن. فالشيء مو يعني يؤدي بسهولة، لا، لازم بشغل معين بتكاتف الجميع. فالموهوب هنا في نادي الهلال يبغى له ميزة خاصة، لأن الموهوب هنا يعني باختيار صعب، يعني لذلك لازم نسقله بصقل شيء. فاهتمام المسؤولين وخاصة قطاعة الناشئين بقطاعة البراعم، فاهتمامهم يعني نركز على هذه الخامة، فلذلك ان نسعى لهذا الشيء ونسقله، وتشوف ان شاء الله في قطاعة الناشئين كذلك في قطاعة الشباب ايضا في الاولمبي، وان شاء الله يمثل الفريق الاول ان شاء الله. استاذ محمد، الدوري وكاس الامير فيصل، انت حققت مع الفريق كاس الامير فيصل والدوري خسره مع مدرب اجنبي، هل نقدر نقول ان السبب كان المدرب؟ لا والله مو يعني السبب، يعني السبب يمكن عدة عوامل، يعني ما هو بالدليل، يعني لان عدينا الفريق هذا من 2 أو 3 يعني، فلذلك ما حالفنا الحظ ان ادينا مع المدرب مجموعة كويسة، بس ما ادري يعني ما ادري وش الخلل اللي صار، هل من اللاعبين هل من المدرب، يعني يتحملها الجميع طبعا. فلذلك يعني انشأنا فريق فرحنا فيه، يعني ان شاء الله هذا الفريق انه يطلع السنة الجاية ان شاء الله، هذا اللي يفرحنا اكثر، ان هذه المجموعة هي اللي بتعاصر الدوري بشكل مكثف، وان شاء الله تشوفونها الدوري. استاذ محمد، وش سر نجاحك في تحقيق بطولة الأمير فيصل؟ والله سر النجاح طبعا اللاعبين، اذا انت ما وثقت من اللاعبين وريحتهم واعطيتهم عوامل روح التنافس وروح البطولة، وايضا تكاتف الجميع من اداريين، جهاز فني واداري وجهاز طبي، فلذلك يتفوق الجميع على ذلك. هذا الكأس يعني غالي علينا على الجميع ان شاء الله. انت حققت معك؟ نعم طبعا غالي علي وعلى الجميع ان شاء الله. وبهذه المناسبة يعني طبعا بطولة غالية باسم فيصل بن فضل الله يرحمه، اللي خدم الرياضة محليا ودوليا وعالميا ايضا.
وبذلك خاص الشكر الأمير بندر بن محمد الذي تعب ودعم القطاعات السنية، أيضا كذلك أخوان اللاعبين، الجهاز الفني والإداري واللاعب، وأخص بالذكر جميع اللاعبين اللي حملوا هذا الكاس غالية علينا. وإن شاء الله ترونهم إن شاء الله نحقق أفضل من هذا الكاس، هو كاس فيصل السنة الجاية والدوري بحول الله. بالتوفيق.